حبايب قلب المو، ورد الورد عليكم وليله بيضه بخطين حمر. يا اخي ده كان هم ونزاح. الف مبروك لكل زملكاوي، حسم الدوري بنسبه لا تقل عن 70%. فاضل على الحلو 360 دقيقه لعب برجوله، يعني فاتك كتير ما بقاش الا القليل، والرجاله اللي عملت الصعب كله تعرف تكمله لحد الاخر. وده الكلام اللي انا قلته لكم امبارح، الموضوع مش محتاج حزق، كل لاعب يعمل اللي عليه هنوصل للي احنا عايزينه. وبامانه الله لعيبه نادي الزمالك كلها النهارده عملت اللي عليها. حتى لو كان عندك لاعب او اتنين النهارده مش في حالتهم الفنيه او مش في يومهم، بس على الاقل ما قصروش. وده اللي انا اتكلمت فيه امبارح وقلت لك جمهور الزمالك عمره ما هيزعل منك لو خسرت، بس بيزعل لو قصرت. ولكن للامانه مفيش لاعب النهارده قصر، مفيش حد النهارده عموما في اليوم الجميل ده قصر، من اول اللاعبين للجمهور للجهاز الفني. واسمحوا لي في نص الكلام كده ابعت رساله وصفحه جديده لاخويا الشيكوبانزا. اخويا الشيكوبانزا، انا مسامحك في اي حاجه عملتها في حقي قبل كده، مسامحك على كل جون ضيعته، مسامحك على كل كوره كانت المفروض تتلعب برجوله وانت لا مؤاخذه لعبتها انا يا ابني النهارده قلبي اتفتح لك وبفتح معاك صفحه بيضه ومن اول السطر. صدقني انا بعد اللي انت عملته النهارده ده مش فاكر لك حاجه وحشه. انا من حبي فيك هسمي ابني شيكو وبنتي بنزا. وزي ما قلت لكم هم اللي فاضلين كلهم 360 دقيقه لعب برجوله ونسمع الدوري في 100 عقبه. واشوف وشكم على خيرة الله يا احلى زملكاويه واحلى اخوات واحلى متابعين.